إذا شنو وقع بالضبط؟ شنو وقع في البليدة يوم زيارة البابا؟ علاش كاين مصادر دولية كتأكد هاد الحادثين؟ كاين العديد من المصادر، وفي المقابل هناك صمت رسمي شبه كامل. واش الجزائر كانت فعلًا أمام تهديد أمني حقيقي، أو أن الأمر مُبالغ فيه، والّا أنه هناك صراع على السردية دخل جعل الجزائر تدخل في تعتيم إعلامي كبير، ودفعت أيضًا بوسائل إعلامها والكثير من المؤثرين الجزائريين على السوشيال ميديا من أجل الدفع برواية جديدة، تفند هذه الأمور وتختلق بعض الروايات فيما يخص أنه راه غير تفرقعات شي بوطة تما أو لا إلى آخره من الروايات المضحكة اللي كانت على السوشيال ميديا ديال الجزائريين. إذا الإخوان غادي نبداو نذكروا بعض الوقائع، وأيضًا نشوفوا التحليل ديالها والفرضيات المرتبطة بها. إذا حسب وسائل إعلامية دولية، كانت العديد من الوسائل الإعلام الدولية، وأيضًا كانت هناك شهادات ميدانية من الجزائر، وأيضًا حتى مراسلات ديال قناة KTO، وهي قناة ديال الكاثوليك ديال التابعة للفاتيكان. المراسلة تحدثت أيضًا عن هذا الموضوع، وقالت بأنه بالموازاة مع الزيارة، وتحدثت على التأثير ديال الزيارة، وتحدثت أيضًا عن الحدث اللي كان في ال ال يعني مدينة البليدة. إذًا تم تسجيل حسب هذه الروايات عمليتين خطيرتين أمنيتين في المدينة. والخطير في الأمر أنه كان ذلك تزامنًا مع أول يوم من زيارة البابا، وهذا هو الخطير في الأمر، أنه كان تزامن ذلك مع زيارة البابا. أولًا في البداية يجب أن نقول حتى يعني ف وقعت هذه الأحداث أو لم تقع، يجب التنويه إلى شيء مهم. قبل ما نبداو ندخلوا في التفاصيل ديال هذا الموضوع هذا، يجب التأكيد أو الإشارة إلى شيء مهم جدًا، وهو أنه بطبيعة الحال هذه الأمور هذه مرفوضة بطبيعة الحال في في أي مكان في العالم. هذه الأمور نحن نتحدث عن التصرف الإعلامي أو كيف تصرفت الجزائر إعلاميًا في هذا الموضوع، ولا يعني أننا بطبيعة الحال نريد أن تكون مثل هذه الأفعال المرفوضة جدًا في أي دولة في العالم، حتى ولو كانت الجزائر. هذا مسألة مبدئية بالنسبة لي أنا، وبالنسبة على ما أعتقد للكثير من الناس والعقلاء. لا يجب أن يكون هناك أي قبول لمثل هذه الأفعال، حتى لو كانت في أي مكان في العالم، حتى ولو كانت في بلد بيننا وبينها أو بينه خصومة أو عداوة أو أي شيء آخر. هذه أعمال مرفوضة. إذا كان هناك جوج ديال العمليات في البليدة ومنفذين، وكان تدخل أمني سريع على حسب ما قالت المصادر الصحفية. ولكن شنو اللي طبع هذه العملية، هذه الأخبار، هو كاين غياب بلاغ رسمي واضح من السلطات الجزائرية، سواء بالتأكيد أو بالنفي. ما هضروش، بقاو ساكتين، ولكن في نفس الوقت أطلقوا العنان للسوشيال ميديا ديالهم، للإعلام للمؤثرين ديالهم، باش على أنهم يطلقوا رواية مضادة حول هذا الموضوع، وتحدثوا عن الكثير من الأخبار. بل أنهم ذهبوا حتى إلى فبركة بعض الفيديوهات حول المغرب من أجل التغطية على هذا الأمر. هذا اللي شاهدناه في السوشيال ميديا ديال الجزائريين، على أنهم ناضوا نوضة وحدة، كلهم ينفون، كلهم يحاولون أنهم يعتمون، يقومون بالتعتيم حول الموضوع، حول الخبر الذي يهم بلادهم. وأيضا أطلقوا بعض الأفكار أو الأخبار الخرافية حول المغرب، وقالوا بأن هناك انفجار في أحد الفنادق في الرباط إلى آخره. وهذا تم بالموازاة مع افتتاح أكبر برج تقريبا على المستوى الإفريقي في مدينة الرباط، وهو برج محمد السادس. إذا الحدث موجود حسب العديد من المصادر الإعلامية، ولكن التواصل حوله من طرف الجزائر كان في اتجاه التغطية على هذا الموضوع. السؤال الحقيقي أيها الإخوة هو: علاش ما كانش تواصل واضح من النظام الجزائري حول هذا الموضوع؟ ما معنى التواصل الواضح؟ بمعنى وإما غادي تنفي وإما غادي تأكد. ليس بالضرورة غادي تأكد، وإنما ممكن أنك تنفي
وتقول مثلًا هذه أخبار يعني مفبركة أو لم يتم ذلك، أو يعني وتعطي الرواية الرسمية ديال الدولة، ولكن كان هناك صمت مطبق حول هذا يعني الموضوع. هناك العديد من الفرضيات، غادي نعطيو الفرضيات علاش النظام الجزائري سكت وما عبّرش، لا ما خرجش بلاغات رسمية باش يوضّح هذا الموضوع هذا. أولًا هناك كانت الفرضية الأولى، وهي محاولة حماية الصورة الدولية ديال الجزائر. علاش؟ لأن هذا الحدث هذا اللي وقع جا في واحد اللحظة حساسة جدًا، وهي زيارة البابا، وبالتالي فإن تداول هذا الخبر في هذا السياق المهم جدًا بالنسبة للجزائر، كما قلنا بأنهم يريدون استغلال الزيارة ديال البابا من أجل تجميل الصورة ديالهم وتلميعها، ومحاولة إعطاء رسائل نحو الغرب، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، على أساس أنهم زعما ناس يعني دولة تحترم التعايش الديني، ودولة تحترم الحريات، ودولة تحترم يعني الأقليات، ودولة أيضًا تحترم حقوق الإنسان والتعددية بكل أشكالها. وقد شرحنا في لايف سابق بأن كل هذه مجرد رواية يعني تحاول أن تغطي الشمس بالغربال، والجميع يعلم حقيقة الجزائر، والجميع يعلم بأن الجزائر لا تعددية فيها، ولا احترام ولا تعايش الأديان فيها ولا شيء من هذا القبيل، وإنما هي عملية تواصلية، أو ما يمكن أن نسميه بلوبينج، لوبينج ناعم، من أجل مثلا أنه محاولة ترويج واحد الصورة جديدة للجزائر على المستوى الدولي، وخاصة في الدوائر المحافظة بالولايات المتحدة الأمريكية. وشرحنا أيضا لماذا اختار بوقادوم أو الجزائر اختارت الحديث عن الموضوع، وفي واحد الوسيلة إعلامية اللي هي مقربة من اليمينيين والمحافظين بالولايات المتحدة الأمريكية. إذا أي خبر أمني كان سيكون ضربة قاضية لصورة الاستقرار التي تريد أن تنشرها الجزائر حول نفسها. تصوروا لو أنه الجزائر خرجت وتحدثت عن الموضوع، مجرد الحديث سيكون أنه ضربة يعني لصورة الاستقرار التي تحاول الدولة الجزائرية ترويجها حول نفسها. إذن هي الفرضية الأولى هي محاولة حماية الصورة ديال الجزائر على المستوى الدولي. كاين أيضا الفرضية الثانية، وهي الجزائر تريد التحكم في السردية فيما يخص هذا الموضوع. هناك مصادر إعلامية تحدثت عن الموضوع، ولكن الصمت الجزائري يعني كان من أجل التحكم في السردية ومحاولة تشويش على كل ما يدور أو يروج حول هذا الموضوع، وعدم تضخيمه وإعطائه الأهمية. وبالتالي عبر الصمت ممكن أنك تتحكم في السردية وتطلق العنان للأبواق اللي عندك الداخلية أو على مستوى السوشيال ميديا، من أجل نشر رواية أو سردية مخالفة تماما للواقع. في الحقيقة الكثير من الدول هي يعني كدير نفس الشيء، راه ماشي فقط الجزائر وحدها، يعني باش نكونوا يعني موضوعيين. كثير من الدول كتفضل على أنها يعني تكون هي السباقة إلى الإعلان عن الخبر والتحكم في السردية ديال الموضوع، في حالة طبيعة الحال وجود مثل هذه الأعمال المرفوضة كما قلنا. وبالتالي فالدول تحاول أن ما يكونش هناك واحد الفوضى إعلامية فيما يخص يعني الموضوع، وبالتالي تحكم في هذه السردية يعني حول القضية. وهذا الشيء يعني كتقوم به كما قلنا يعني العديد من الدول. إذن هذه هي الفرضية الثانية، هي فرضية التحكم في السردية على مستوى الصورة، وعلى مستوى على أنه باش الدولة هي اللي كتعلن على الخبر وكتعطي المعلومات فيما يخص هذا الخبر. إذن ممكن أنه يكون هذا هو اللي خلى النظام الجزائري على أنه يبقى صامت حول هذا الموضوع. الفرضية الثالثة وهي أنه كتكون هناك اعتبارات أمنية، بمعنى أنه ربما الأجهزة الأمنية ما كتبغيش تكشف على المعطيات كاملة حتى كيكمل التحقيق، حتى كتشوف جميع الحيثيات ديال الموضوع، وخاصة إذا كان هناك احتمال وجود خلايا نائمة مرتبطة بهاد الحدثين. وهذا أمر يعني منطقي، يعني أنه ممكن أن الدول كلهم يعني فيما يخص هذه القضايا اللي كتتعلق بمثل هذه الهجومات الخطيرة والكبابية، يعني في الغالب
كيكونوا كيحاولوا ما أمكن على أنهم لاعتبارات أمنية يفضلون عدم التواصل حول هذا الموضوع، حول هذه المواضيع. وبالتالي فالجزائر ممكن أنهم النظام في الحالة ديال البليدة ممكن على أنه اختار أيضًا هذه الفرضية على أنه ما يهدرش دابا لاعتبارات أمنية، ربما أن هناك تحقيق حسب الروايات التي جاءت من هناك كانت انتشارات أمنية كبيرة في البليدة، وبالتالي يعني وفي محيط أيضًا الجزائر العاصمة، لأن كان البابا كاين، وبالتالي كان محاولة يعني التحكم في مداخل ومخارج المدينة. الفرضية الرابعة وهي أيضًا مهمة جدًا، هو أنه كيكون هناك محاولة تفادي أي تأثير داخلي. أنتم كتعرفوا بأن بطبيعة الحال التجربة ديال الجزائريين مع الكباب هي تجربة أليمة جدًا خلال العشرية السوداء ديال القرن الماضي، وبالتالي فأي انتشار مثل هذه الأخبار هو كيكون عنده واحد الوقع سلبي بطبيعة الحال على الناس، كيكون بطبيعة الحال واحد الوقع سلبي على المواطنين، وبالتالي بطبيعة الحال الدولة كتبغي على أنها ما يكونش هناك واحد الانتشار ديال الخوف والرعب، وربما أنه الناس يعني يكون واحد النوع من الفوضى، وبالتالي فإنه كيكون هناك يعني تحكم في الوضع باش ما يكونش هناك هلع أو خوف كما قلت، وأيضا بالتالي تأجيل الإعلان أو عدم الإعلان ربما يقلص من هذه التأثيرات الداخلية اللي كتكون. إذا هادو 4 فرضيات يعني اللي مرتبطة، ربما يعني أن النظام الجزائري لم يريد أن يتحدث عن هذا الموضوع لهذا السبب، وبالتالي فهو لجأ إلى التعتيم على الموضوع وإطلاق العنان للإعلام ديالو وللمؤثرين في السوشيال ميديا من أجل محاصرة هذا الخبر هذا، وعدم يعني ومنع انتشاره، لأن الانتشار ديالو ممكن على أنه يؤدي إلى الكثير من الاحتمالات والكثير من الفوضى إلى آخره. للأمانة الكثير من دول العالم اللي كتعرض لمثل هذه الأحداث هذه كتصرف بنفس الطريقة تقريبا، بحال مثلا العديد من الدول بحال فرنسا، بحال الولايات المتحدة الأمريكية، بحال ألمانيا، بحال انجلترا الى اخره. نكونوا موضوعيين بان ماشي الجزائر بوحدها اللي كتعامل بهذه الطريقه هذه، وانما العديد من الدول يتعاملون بهذه الطريقه من اجل تاخير بعض التفاصيل الامنيه، التحكم في التفاصيل الامنيه وتاخيرها، عدم الوصول في حاله وجود خلايا اخرى مرتبطه بالمنفذين. يعني هذه عمليات اجراءات امنيه كتقوم بها الدول من اجل التحكم في الوضع ومن اجل الحمايه. وبالتالي كيكون هناك واحد النوع من الشفافية تدريجية، بمعنى أنه كيبداو يعطيو الأخبار بشوية بشوية، ماشي كيعطيو الأخبار مرة واحدة، وإنما كتكون واحد الشفافية تدريجية، كل مرة كيعطيو شوية، كل مرة كيعطيو شوية، من أجل التحكم في الوضع وعدم الانفلات، وهذه أمور عادية جدًا. تصوروا لو كان أنه يعني مسؤول كبير أو بابا الفاتيكان يزور المغرب، ووقع هذا الأمر في المغرب، هم أصلًا سيمارسون الدعاية بدون أن تكون هناك أصلًا أحداث، يعني بمجرد أنه باش يكون هناك غير مجرد الزيارة يقومون بحملة عليكم السلام، سيقومون بحملة إعلامية ضد المغرب في كل الأحوال، ما بالك إذا انتشر أي خبر من هذا النوع حول مثلًا هجومات يعني كبابية أو من هذا القبيل، يعني فإنهم سيقيمون الدنيا ولن يقعدوها. تتذكرون أنه في سنة 2019 خلال زيارة بابا الفاتيكان إلى المغرب، يعني البابا السابق اللي مات الله يرحمه فرانسيس الثاني، ف واللي كان بالمناسبة على أنه قام بواحد الزيارة تاريخية للمغرب، وهي الزيارة الثانية التي تقوم بها البابوية إلى المغرب من بعد الأولى اللي كانت في 1985 من طرف يوحنا بولس الثاني، واللي كانت أول زيارة يقوم بها يعني رئيس الكنيسة أو رئيس الفاتيكان إلى دولة عربية. 1985 كانت في المغرب، و يعني في 2019 كانت الزيارة الثانية ديال البابوية إلى
إلى المغرب، وكان تم توقيع بين الملك محمد السادس الله يحفظه و يعني فرانسيس الثاني على ما سمي بنداء السلام اللي كان. فآنذاك كانت النظام الجزائري قام بحملة دعائية ضد المغرب يعني خطيرة جدًا. كما العادة، كما العادة يعني يعني هم لا يفوّتون الفرص من أجل تشويه صورة المغرب، وكانوا يقولون أنه كيف أن المغرب يرمي نفسه في أحضان المسيحيين، وكانوا يستشهدون بالآيات الكريمة: "ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم." وكانوا يقولون لماذا يعني أدخلوا البابا إلى باحة مسجد حسان في الرباط، وكانوا يقولون ويقولون ويقولون. ولكن في هذه الزيارة التي قام بها آه، بابا الفاتيكان إلى الجزائر يوم الاثنين الماضي، شاهدنا بأنهم يعني لم يستقبلوه فقط في باحة المسجد أو جامع الجزائر، وإنما أدخلوه إلى المسجد. يعني أدخلوه إلى المسجد، يعني دخلوه ودخل بحذائه أكثر من ذلك. وشاهدنا على أن الجزائريون يقبلون يد البابا وي وينحنون ويركعون للبابا. وبالتالي للأسف الشديد أن هذا النظام يعني الهدف ديالو هو أنه يمارس الدعارة الإعلامية ضد المغرب. هذا هو هذه هي الخلاصة. النظام الجزائري يمارس ما أسميه أنا شخصيا الدعارة الإعلامية، لأنه لا يمارس الإعلام، هو يمارس الدعاية ولا يمارس الإعلام. فرق شتان بين الإعلام والدعاية، وبالتالي فهو مارس آنذاك دعاية شعواء ضد المغرب محاولا تشويه تلك الزيارة. ملي كنجيو دابا الآن باش نقارنوا نجد أن الإعلام المغربي الرسمي لم يتطرق نهائيا لموضوع زيارة البابا إلى الجزائر. لا يذكرهم لا بالخير ولا بالشر، يعني النخال بالمفهوم المغربي المعروف إلى أبعد الحدود، بينما هم لا يفوتون أي فرصة من أجل أنهم تشويه صورة المغرب. فتصوروا أيها الإخوة والأخوات، لو كان هذا الحدث الذي وقع في المغرب، ماذا كان سيكون حال النظام الجزائري وإعلامه ومؤثروه فيما يخص هذه القضية؟ كانوا يعني سيمارسون أبشع صور الدعارة الإعلامية حول المغرب، وسيضخمون الأمور وسيشوهون صورة المغرب، وسيحاولون إظهار المغرب في أنه لا يتمتع بالاستقرار، وأنه دولة يعني فيها لا يوجد فيها أي أمن إلى آخره، يعني فيما يخص هذه المواضيع. بينما نحن فقط يعني على السوشيال ميديا نحاول أن نفهم، ونحاول فقط أن نطرح الأسئلة، ولكن نجد بأن الجزائريون يعني ينتقدوننا انتقاد كبير، ونحن فقط أننا يعني ما كنديروش شي حاجة اللي هي لا نسب الجزائريين ولا نحط من كرامتهم، وإنما فقط نقارن. نقول بأن الجزائريون يشتمون المغاربة يوميا، ويقولون المغاربة كيعايروا المغاربة كيقولون كتبوسوا يد الملك. ها هم يقبلون يد البابا. نحن نقبل يد ملكنا اللي هو إنسان مسلم أمير المؤمنين، نحترمه لأنه أولا ملكنا، ثانيا لأنه من سلالة شريفة، ثالثا المغاربة يعتبرونه أبا لهم. ونحن المغاربة نقبل يد الأم ويد الأب ويد الجد ويد كبير السن ويد العم ويد الجارة الكبيرة والجار الكبير إلى آخره. وهذا مسألة عادية وفي ثقافتنا. فكيجيو الجزائريون إلى السوشيال ميديا كتبوسوا يد الملك. الآن هم يقبلون أيها السادة والسيدات يد البابا، بمعنى أن هناك انفصام خطير في شخصية هؤلاء الناس، انفصام خطير جدا. ينحنون ويركعون للبابا، وقد كانوا أيضا قد يعني قبلوا يد فرانسوا هولاند الرئيس السابق أو الأسبق لفرنسا عندما زار الجزائر، وأيضا قبلوا يد ماكرون. وبالتالي فكل السباب الذي يوجهونه للمغرب فهو
يعبّر عن عقدة قوية داخل النفسية الجزائرية تجاه المغرب. يعني